بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يا رب تكونوا بخير. معاكم ندى من قناة توتة هاندميد. هننفذ مع بعضينا النهاردة الميدالية اللي شفناها في أول الفيديو. طريقة سهلة جدا وبسيطة. هحتاج معايا هنا حجر فيروز وخرزة كده فيروز ولولي وفواصل كده معدنية والعلاقة بتاعة الميدالية زي ما احنا شايفين. دي العليقة بتاع الميدالية، وهستخدم معايا كمان سلك الواير طبعا لان دي ميدالية وفي ايدينا على طول، فلازم حاجة تكون قوية مش مع اي حركة ولا اي خبطة تتفرط معانا في الارض. نقول بسم الله. ده يا حبايبي اسمه ستوبر. الستوبر ده انا بستخدمه مع الحباسة، هنشوفها بعد شوية، علشان خاطر اقفل سلك الواير بتاعي بطريقة احترافية ما نفرقهاش عن الجاهز بالظبط. دي اسمها الحباسة او بق السمكة. حباسة او بق السمكة ان هي بتبقى جاية فاتحة بقها كده زي بق السمكة بالظبط. تمام. هبتدي ان انا ادخل الحباسة دي بظهرها بحيث ان هي تبقى فاتحة بقها كده لفوق زي ما احنا شايفين كده. يا رب تكون باينة ليكم اهي كده باينة بقها لفوق. وابتدي ان انا ادخل ستوبر. ممكن ادخل واحد، ممكن ادخل اتنين، زيادة تأكيد وزيادة تثبيت، بس انا هنا زي ما انتم شايفين انا استخدمت ستوبر واحد. هبتدي ان انا اضغط عليه بالبنسة او الزرادية واتأكد ان انا قفلته كويس. انا بطبقه على بعض، هو بيطبق على بعض خالص، بطبقه كده عشان خاطر يمسك في الواير وما يتحركش من مكانه ابدا. تمام. شايفين ما بيتحركش معايا ازاي؟ زي ما هو باين كده انا طبقته على بعضه بالزرادية. ابتدي ان انا اقص سلك الواير الزيادة. بعد ما قصينا سلك الواير هبتدي أأكد تاني عليه بالزرادية المبططة. تمام. ما بيطلعش ثابت زي ما قلت لكم. ممكن نستخدم اتنين زيادة امان. وهنا كده بدخله جوه، هو بيستخبى جوه الحباسة. دخلته كده جوه الحباسة وهبتدي ان انا اقفل بق السمكة اللي مفتوح ده بالشكل اللي احنا شايفينه ده. كده باين شوية. هبتدي ان انا تقريبا بالتقدير كده هقص كمية الواير اللي انا عايزاها او الطول اللي انا عايزاه للميدالية بالتقدير يعني، عشان ابتدي ان انا اشتغل في سلك الواير وادخل الخرز فيه من الناحية التانية. كده انا قفلت الجنب اللي تحت وهبتدي ادخل الخرز من الجنب التاني. طبعا ليكوا حرية التصميم واختيار الالوان زي ما تحبوا، يعني كل واحدة وذوقها. انا هنا استخدمت اللولي زي ما قلنا، واستخدمت مع الفيروز. ميكس اللولي والفيروز بيبقى جميل جدا، شكله شيك. ودي فواصل. الفواصل دي هي بتبقى خرزة صغيرة كده، في منها البلاستيك وفي منها المعدن. طبعا المعدن بيتباع بالوزن، انما البلاستيك بيبقوا شوية كده في كيس، الكيس ب5 جنيه، لكن المعدن بيبقى على حسب الوزن. طبعا كل الخامات دي انا جايباها من العتبة من حارة المزين.
لو عايزين بعد كده ان انا اعمل لكم فيديو اقول لكم على الاماكن وازاي نوصل لها، اصور لكم الخامات الموجودة هناك، انا ما عنديش اي مشكلة. زي ما احنا شايفين كده هبتدي ان انا اكمل، هحط فاصل وبعد كده هحط كسر الحجر الفيروز. طبعا الفيروز وكسر حجر الفيروز واللولي كل دي احجار مش بتغير لون. المعادن برضو اللي بنستخدمها اهم حاجة عشان نحافظ عليها اطول وقت ان احنا ما نقربهاش للبرفانات او الكحول، اي كحول او مية او صابون، مزيلات العرق، الحاجات دي كلها بتأثر في المعادن وبتخليها تغير لون. او حل افضل خالص بقى ان احنا نطليها بلاتين، بنوديها ورشة بيتم بيطليها بالياتين بحيث ان هي ما تتأثرش بقى بأي حاجة. زي ما احنا شايفين كده، زي ما قلتلكوا التصميم حرية شخصية. انا بس هنا ما الا بوريكم نموذج وانتوا مع التنفيذ كل واحدة زي ما تحب. طبعا ما تنسوش تعملوا لي لايك للفيديو وتعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يجيلكم اشعار باي فيديو انا بنزله. زي ما احنا شايفين كده عملنا شوية حجر فيروز وبعد كده عملنا فاصل بخرزة لولي مع الفواصل المعدنية وبنكمل فيروز كمان. ابتدي احط الفاصل المعدني، دي برضو من الحاجات المعادن اللي بتتباع بالوزن، بيبقى على حسب الجرام. انا والله انا كنت جايبة الجرام ب25 قرش، بس حاليا انا مش عارفة الجرام هو وصل لكام لاني بقالي فترة مش بنزل. طبعا هنا الخرزة وقعت مني، ببتدي ان انا اجيب واحدة غيرها. العلبة دي برضو انا كنت جايباها من حارة المزين، جميلة جدا يا بنات، بتحفظ الخامات بتاعتي وبتبقى سهلة جدا ومقسمة كل حاجة لوحدها، فبتبقى تحفة في الشغل. انا كنت جايبة العلبة دي كانت ب70 جنيه، هي تقريبا 24 خانة او 28، انا مش متذكرة. نكمل كده لضم الخرز بتاعنا. انا هنا بشوف حجم الخرز الفيروز لاني بحاول اخليهم قد بعض. ده عندنا كده الشكل النهائي للميدالية. هبتدي طبعا ان انا اقفل الجنب التاني زي ما قفلت الجنب الاول بالظبط. كملنا الخرز، ابتدي ان انا اجيب الحباسة او بق السمكة زي ما اتفقنا، هدخلها يبقى بقها لفوق، وابتدي ان انا هنا اجيب الستوبر انا هنا ببينه لكم اكتر زي الكاميرا معنداني مش راضية تعمل فوكس عليه. تمام، بس احنا شوفنا في اول فيديو فعارفين الاستوبر خلاص.
هبتدي اقفله زي الاولاني بالظبط. هبتدي ان انا هنا بدوس على الستوبر، بطبقه برضو، بدوس عليه جامد جدا زي ما عملنا في الطرف التاني. ابتدي اقص الواير الزيادة تمام كده، وابتدي ان انا اقفل الحباسة على الستوب. بقى عندي كده الميدالية بشكل نظيف. اهم حاجة في شغلي انه يبقى نظيف. هبتدي هنا بقى هفتح الحلقة دي، بفتحها وانا ماسكة الاتنين زرادية كده زي ما احنا شايفين، وهبتدي ادخل بق السمكة ده في اخره بيبقى فيه، لما بقفله على بعض كده بيبقى فيه حلقة، ببتدي ان انا ادخلها في الحلقة اللي عندي واقفلها تاني تمام كده. هبتدي ان انا عندي السلسلة دي، انا هنا هوريكم مجموعة العاب من المعادن، اشكال مختلفة من المعادن. كل المعادن دي زي ما قلت لكم هي بتتباع بالوزن بالجرام، بتختاروا اللي انتوا عايزينه، وبعد كده البياع بيوزن لكم اللي انتوا اخدتوه وبيضربوا في سعر الجرام على حسب سعر الجرام هو كام دلوقتي. انا كنت جايبة الجرام زي ما قلت لكم ب25 قرش. شكل الشجرة دي جميل قوي. الشكل المستطيل اللي في النص ده مكتوب عليه وعلى العهد بقينا، بس هي مش باينة. الشكل اللي فوق على الشمال ده مكتوب عليه سورة الفلق كلها، قل أعوذ برب الفلق، محفورة على المعدن. طبعا أنا اخترت الشكل الفرعوني ده بما ان الفيروز كده من الأحجار اللي كانت بتستخدم أيام الفراعنة، وكان لون الفيروز ده لون مشهور جدا، فاخترنا الدلاية الفرعوني دي تبقى ماشية قوي معاه. هبتدي ان انا بفتح كده الحلقة اللي في الاخر دي، اخر حلقة في السلسلة بتاع الميدالية، وبركب فيها الدلاية الفرعوني، ومبتدي ان انا اقفلها تاني كويس. اتأكد ان انا قفلتها كويس جدا. الزرادية المبططة والمعكوفة دي اللي هي ملفوفة حوالين بعضها دي بصراحة ما فيش غنى عنهم. وده كده الشكل النهائي للميدالية بتاعتنا. يا رب تكون عجباكم، ويكون شرحي كان سهل وخفيف كده واستفدتوا منه. متنسوش طبعا تعملوا لي لايك واشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يجيلكم كل الفيديوهات التانية اللي هنزلها بإذن الله. كنت مبسوطة جدا اني معاكم، ويا رب تكونوا استفدتوا. ده كده الشكل النهائي، ونتقابل ان شاء الله في فيديوهات تانية جديدة وموديلات تانية. ولو عندكم اي موديلات زي ما قلت لكم ابعتولي الصورة بتاعتها وان شاء الله ننفذها مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله.